مع تغيير فصول السنة بيظهر مشكلة بتواجهنا كلنا، هي جفاف البشرة، أو بمعنى تاني هي نقص في ترطيب البشرة. ترطيب البشرة مش مجرد خطوة في روتين العناية بيومنا، لا ده خطوة مهمة وأساسية هتتعرفوا عليها معايا أنا رانيا يحيى، مؤسسة روني كير. يلا نبدأ. ترطيب البشرة مش مجرد خطوة في روتين العناية اليومي ببشرتنا بنحطه وخلاص. ترطيب البشرة هو السبب الرئيسي المسؤول عن نضارة وحيوية وشباب البشرة دي. كمان بيأخر ظهور التجاعيد. البشرة الأكثر ترطيب هي البشرة الأكثر نضارة، الأكثر تأثيرا بأي منتج تاني بستخدمه للعناية ببشرتي، سواء هستخدم تفتيح، بعمل تقشير، بعمل نيو لوك لبشرتي. لازم خطوة الترطيب مهمة جدا 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 جدا. هو اللي بيحافظ على البشرة وبيساعد ملمس الجلد وكثافة الجلد ان هي تكون احسن واحسن. طيب بختار نوع المرطب ازاي لبشرتي، وامتى افضل وقت ان انا احط المرطب؟ بختار نوع المرطب ازاي على حسب الاول ان انا بحدد نوع بشرتي ايه. بشرتي دهنية، بشرتي جافة، بشرتي عادية، حساسة، معرضة للحبوب، فيها بثور، لان كل نوع بيختلف وبيفرق. عندنا انواع كتيرة موجود ان احنا بنساعدك في روني كير ان انت تختاري النوع المناسب تماما لبشرتك عن طريق بعض الاسئلة والاختبارات اللي بنعملها للبشرة قبل ما نحدد ايه نوع المنتج المناسب. هشرح لكم شوية انواع دلوقتي هرشحها لكم، وتقدروا ان انتوا طبعا تختاروا انواع كتيرة جدا. في انواع زي بروبولز من الاستدار، حلو جدا جدا جدا، مغذي بعسل النحل وبعض العناصر، واللي هي بتعالج التهاب الحبوب. لو عندي حبوب، لو عندي بثور بتعالجها، فبيكون مناسب جدا للناس اللي بشرتها دهنيه معرضه للحبوب. الناس اللي بشرتها جافه جدا او شديده الجفاف بيلجأوا لانتنسيف بوم من اتوديرم من بايوديرما. بيكون حلو قوي لانه بيقلل الحكه، بيقلل الالتهاب، بيرطب ترطيب عميق من اول يوم، ملمسه غني فالبشره بتمتصه، بيحافظ على المية والرطوبة اللي موجودة بداخل البشرة. في انواع تانية كتيرة هرشحها لكم في فيديوهات تانية. طيب امتى بستخدم ترطيب البشرة في الميعاد الصح ليه؟ مرطب البشرة هو اول حاجة بتيجي بعد تنظيف البشرة. يعني عملنا الغسول والتونر وبتيجي خطوة الترطيب، مهمة جدا جدا جدا. بتجيلي اسئلة كتير قوي امتى استخدم المرطب، او امتى استخدم منتج تفتيح، او امتى ترتيب الحاجة. فبنبدأ بالغسول. التونر، خطوة التونر هي خطوة مهمة جدا 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 برضو، ان انت لو بشرتك جافة او في فترة تغيير الفصول، مهم ان انت تستخدمي التونر، يكون بيساعد برضو على ترطيب البشرة. بعدها بيجي كريم الترطيب، بنحطه سواء بحركة دائرية لحد ما البشرة تمتصه، او بطبطبة على البشرة لو هو على هيئة سيرم او جل. كل دي حاجات بتساعد ان البشرة تمتصه بسرعة وبتحافظ على الترطيب مضاعف للبشرة. بيجي بعدها خطوة ان انا احط سان بلوك، او ان انا احط كريم ليلي، او whatever الكريم اللي هحطه بعدها. بس خطوة الترطيب مهمة جدا جدا جدا. اتمنى الفيديو يكون افادكم، اشوفكم على خير.